السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قناه هبه ايناس مع وصفه جديده وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله بمناسبه عيد الفطر غادي نشارك معكم صابلي كيجي رائع رائع، كيجي هشيش، مكوناته بسيطه وكيوجد لينا بسرعه. بالنسبه لهاد الصابلي الشكل ديالو كيجي كما كتشوفوا معايا. الصراحه مكونات ديالو بسيطه، كنتمنى انه ينال اعجابكم وتبعوا معايا الفيديو من الاول للاخير. بالنسبه للمقادير ديال هاد الصابلي غادي نحتاجو واحد كاس ديال الكوك اللي خصو يكون رقيق، كيكون شويه ميدم. غادي نعبرو بكاس العنبه كاع المكونات ديالنا. عندنا كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر ثقيل، وعندنا نص كاس ديال النشا، وواحد 250 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، وعندنا واحد ساشي ديال فلون كراميل، جوج بيضات، قبيصه ديال الملح، والدقيق حسب الخليط، وواحد ساشي ديال الخماره. غادي ناخذوا ديك الزبده ديالنا وغادي نزيدو قبيصه ديال الملح غادي نبداو نزيدو في جميع المكونات. غادي نزيدو السكر الثقيل وغادي نخدمو مزيان هذيك الزبده حتى ترجع لينا على شكل بوماد. صافي انا هنايا غادي نبدا نخدم بيديا باش غادي نخدم مزيان الصابلي ديالي. غادي نزيدو هذاك الكاس ديال الزيت، قلنا العبار بكاس العنبه. من بعد غادي نزيدو هذوك جوج ديال البيضات وغادي نخدمو كل شيء مع بعضه. من بعد غادي ندوز باش نزيد داك نص كاس ديال النشا. بالنسبه للنشا راه كتهشش لينا الصابلي، كتجي زوينه بصراحه. من بعد غادي نزيدو داك الكميه اللي عندي ديال الكوك. بالنسبه للكوك خذوا الكوك الرقيق لانه ما كيشربش. صافي غنخدموا كل شيء مع بعضه. من بعد غادي نزيدو داك الساشي ديال الفلون كراميل، كيعطينا واحد المذاق رائع في الصابلي ديالنا. ديروا هذا الكراميل هو اللي فيه واحد المذاق زوين. من بعد صافي غادي نخدم كل شيء. في الاخير غادي نبدا نضيف الدقيق ديالي شويه بشويه. بالنسبه للدقيق ما تديوش على الكميه اللي انايا حاطه في الفيديو، لانني زدت من على هذا الشيء زدت، لان بقيت كندير عيني ميزاني صافي حتى زدت على هذه الكميه. بالنسبه للكميه اللي عندي انا هنايا راه عندي نص كيلو 500 غرام، مي انا زدت عليها قياس شي رابعه بحال هكا. صافي حتى تجمع لي العجين ديالي. ومن بعد غادي نزيدو ديك الساشي ديال الخميره اللي عندنا. كنجمع العجين ديالي ما ندلكوش، راكم عارفين الصابلي ما كيتدلكش. صافي غادي نجمع العجين ديالي مزيان ومن بعد غادي ندوزو باش غادي نطلقوه. غادي نطلقوه على هاد بابي كويسون. بقاو عندي هاد جوج طريفات هادو. صافي غادي نبدا نطلقهم باش ما كيسقليش. راكم عارفين ضروري سطح العمل خاص تكون يا اما بلاستيك ولا هاد بابي كويسون. صافي غادي كما شفتوا معايا طلقت العجين ديالي. انا غادي نشنفها هكا بالفورشيط. صراحه كتجي الشكل ديالها زوين وسهله في نفس الوقت. صافي غادي نشنفها بحال هكا ومن بعد غادي ناخذ الطابع ديالي اللي غادي نقطع به الصابلي. صافي كنقطعها على هذا الشكل هذا. انا اختاريت هاد الوريده هذه وهذا هو الشكل ديالو. انا غادي نكمل العجين ديالي كامل وغادي نستفو في اللاطه اللي غادي ندخلها الفرن ونرجع معكم.
صافي هنا غادي ندخل لاطه ديالي الفرن على نار مهيله، غنشعلو ليه فقط من التحت حتى تيتورد لينا اللون ديالو. وهذا هو الشكل ديالو ملي كيطيب، كيجي رائع، كيجي هشيش في الصراحه. انا اكيد غادي يعجبكم. هنا غادي ندوز باش نبدا نزين الصابلي ديالي. التزيين فقط مقترح، والتزيين كيبقى لكم الاختيار. صافي دوبت عفوا واحد شويه ديال الشوكولا. غادي نزين الصابلي ديالي على هذا الشكل هذا، وخليكم معايا باش نشوفوا الشكل ديالو الاخير. هذا هو الشكل الاخير ديال الصابلي ديالي. كيجي على لا هكا، على هذا الشكل هذا. تزيين بسيط. كنتمنى انه ينال اعجابكم وتجربوه، انا اكيد غادي يعجبكم. كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد بالصحه والسلامه ان شاء الله، وباش ما تمنيتيو. وكنقول لكم بسلامه عليكم في فيديو اخر ان شاء الله.